السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سيلي's كيتشن. أتمنى تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل الباتيه المورق الهايل ده، وطبعا أول يوم في الدراسة، وهنعمل حاجة كده بجد عظمة تنفع عليه الفطار وكمان وجبات لأطفالنا في المدارس. هتعالوا ازاي نشوف الطريقة ونشوف الوصفة ومكوناتها، وما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احتجت في وصفتي النهاردة ل3 كوبايات من الدقيق، والدقيق النهاردة كان متعدد الاستخدامات، تقدروا تستخدموا دقيق المخبوزات عادي. والنهاردة بقى هنشتغل على سطح العمل علشان في حبايبي متابعين بعتولي ازاي بتقدري تشتغلي على سطح العمل كده من غير بولة او حاجة، ولكن اللي انا بعمله ده تقدروا تحطوه في بولة فاضية ونشتغل عادي زي اي وصفة عملناها قبل كده. وادي بقى نص معلقة من الملح صغيرة مش مليانة، وكمان حطيت بقى نص كوباية مية دافية، وعليهم معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وادي بقى 3 معالق صغيرة من السكر العادي، وهنقلبهم كويس جدا، وهسيب الخميرة تبدأ تتفاعل مع السكر، وهنغطيها تقريبا حوالي 5 دقايق مش اكتر. بعد كده هعمل بقى فراغ جوه الدقيق اللي احنا حطيناه علشان نحط جواه الخميرة اللي اتفعلت عندنا، وهنشوف شكلها دلوقتي ازاي وصلت خميرة ناجحة جدا. وده اختبار الخميرة. بصوا ازاي عملت فوم. هنقلبها، نحتاج تقليبة كده صغيرة علشان نحصل على فوم اكبر واكتر. وبعد كده حطينا الخميرة وهنبدأ بقى نلم الدقيق عليها. بصوا ازاي، طبعا بهدلنا الدنيا بس عادي، هنلم الدقيق وهنعجن واحدة واحدة وهنبسها شوية، وكمان بقى بالقطاعة أو أي حاجة تقدروا ان انتوا تلموا سطح العمل اللي موجود عندكم. وادي كوباية من المية الدافية، أخدت نصها، وبعد كده شوية بشوية لحد ما ألم العجينة بتاعتي وأعجن فيها كويس جدا، عشان العجن ده مهم في وصفتي جدا. وعامة المعجنات بتحتاج عجن مدة طويلة، يعني أنا دلوقتي مثلا حوالي 5 دقايق بدأت أعجن فيها عجن متواصل زي ما احنا شايفين كده. كوباية المية اللي جنبي دي بدأت أخد منها شوية بشوية، كل ما أحس إن العجينة عندي بدأت إن هي تكون يابسة أو ناشفة شوية، هبدأ إن أنا أحط لها شوية بشوية كده بإيدي لحد ما تبقى عجينة كويسة وما تلزقش في الإيد. هنبدأ إن احنا نحط لها معلقة من الزبدة، تقدروا تستبدلوها بمعلقة سمنة كبيرة أو معلقتين من الزيت كبار، وهنبدأ إن احنا نعجنها مرة واتنين وتلاتة. بصوا العجن ازاي لحد ما احس ان خلاص هي مش بتلزق تماما، وهسيبها ترتاح 5 دقايق. وبعد كده ارجع كمان مرة اعجن فيها مدة دقيقتين 3، وشايفين ازاي بتتمط وهايلة وعملت عرق جامد جدا. وادي الكرة موجودة عندي بجد قطنية جدا. وبعد كده بقى نحطها في البولة علشان تبدأ تخمر. عايزة تسيبيها على سطح العمل وتغطيها بأي ستريتش راب أو كيس، مفيش أي مشكلة. هتقعد حوالي نص ساعة لو احنا في الصيف، ولو احنا في الشتاء ممكن ساعة إلا ربع أو ساعة. وهنا خلاص اختمرت والبوكس التمام، بتمط زي المطاط زي ما احنا شايفين كده. عجينة رائعة ناجحة جدا. وادي عجن مرتين 3 لمدة 3-4 دقايق، احنا هنعجن كتير جدا فيها، بس صدقوني هتحصلوا على نتيجة ولا أروع في الباتيه، وأحلى كتير جدا من بره. خلاص الكرة بقت جاهزة عندي جدا. تعالوا للخطوة اللي بعد كده. هنبدأ ان احنا نرش سطح العمل برشة دقيق بسيطة، وبعد كده هنحط الكرة بتاعتنا، وهنعفر بقى المردنة أو النشابة أو المنشبة زي ما بتسموها، وهنبدأ إن احنا نفرد العجينة واحدة واحدة. والعجينة اتعجنت كويس جدا وارتاحت أكتر، فهتبدأ إن هي تفرد معاكم بكل سهولة وبكل إريحية ومش هتضايقكم تماما. وبكده خلاص أنا عايزاها تكون مستطيلة مش دائرية. أي نوع من الجبنة بتفضليه، بس أحسن نوع من الجبنة اللي هي بتكون براميلي شوية ناشفة، علشان بتكون حلوة قوي في الباتيه. وبعد كده حطيت حوالي 2 أو 4 قطع من الجبنة الرومي على حسب الكمية اللي موجودة عندك وبتفضليها. أنا هنا حابة إن الجبنة شوية تكون بزة من الباتيه، فعلشان كده زودت الجبنة الرومي شوية.
وادي بقى معلقتين من الزبدة كبار بدرجة حرارة الغرفة، تقدروا تستبدلوها بالسمنة او الزيت، بس افضل حاجة بجد هي الزبدة. وهنا بدأت أرول العجينة على الحشوة اللي موجودة عندي، وبالمناسبة تقدروا تحشوها الحشوة اللي موجودة عندكم، يعني ممكن موتزاريلا، ممكن نوتيلا، ممكن أي حاجة، بس نوتيلا مش هتبقى لذيذة قوي فخلينا في الشوكولاتة العادية. تقدروا تحشوها مثلا لحمة معصجة أو زي ما تحبوا. وادي بقى تقفيل شوية الأطراف على جوه، زي ما بقفل كده بصوابعي الاتنين واحدة واحدة، او تقدري ان انتي تلفيها كده رول مرة واحدة. وبعد كده هنرولها تاني، وهنفضل ان احنا نلف فيها بالطريقة دي على التيبل علشان نتأكد ان هي اتقفلت كويس جدا، ونحاول ان احنا نشدها ونمطها شوية عشان نحصل على اكبر عدد من الباتيه. والباتيه ده كده يعني تقريبا حوالي 5 سنتي او 4 سنتي، تقدري ان انتي بالنظر كده تعملي المقاسات اللي انتي حباها، وتقدري تعملي باتيه كبير او باتيه زي بتاع المصانع اللي بنشتريه من بره، الشركات الكبيرة طبعا عارفينها. تقدروا تكبروا حجمها لو حابين ان هي تكون ويتش كامل في المدارس. وادي بقى كمية الباتيه اللي احنا عملناها. وفي الخطوة دي هنبدأ نستعد للتخمير التاني، وهنبدأ ان احنا نغطيها بأي فوطة موجودة عندك او ستريتش راب او اي بلاستيك موجودة عندك، تقدري ان انتي تغطيها. وبالظبط بعد ربع ساعة لنص ساعة هتبدأ ان هي تختمر، وهتاخد حجمها اللي احنا عايزينه بالظبط. وهو ده شكلها بعد ما اختمرت. وهنا بقى 3 معالق كبار من الحليب او اللبن، وحطيت عليهم رشة فلفل اسمر، وده طبعا علشان الحشوة اللي موجودة عندي مالحة او فيها جبنة، لكن لو فيها قطع شوكولاتة زي ما اتفقنا فاحنا بنحط معلقة فانيليا صغيرة او رشة فانيليا. وبدأت ادهن الوش زي ما شفنا كده في الفيديو، وحطيت عليها بقى حبة البركة من فوق. تقدري تستبدليه بسمسم عادي او تدهني الوش كده، مفيش اي مشكلة بدون اي حاجة، ولكن حبة البركة مفيدة جدا يا جماعة. ومعلومة تانية بالنسبة للسمسم، معلقة السمسم بتساوي كوباية من الحليب فيها كمية كالسيوم غير عادي. بعد كده نبدأ بقى ان احنا ندخلها الفرن على وسط الفرن تلت ساعة مش اكتر، وهيكون هو ده شكلها. ولو الفرن مبدأش ان هو يحمر الوش، تقدري ان انتي تولعي الشواية 3-4 دقايق وتتابعي المخبوز بتاعك. وهنا انا طلعته، بصوا ازاي ذهبي واستوى صح جدا، هش ولذيذ. تعالوا بقى زي ما شفنا كده احنا رصيناه في طبق التقديم، ونقطع كده واحدة ونشوف الوضع ايه، والرولات اللي احنا عملناها والرقات دي ازاي مورقة كده بجد. واو، الريحة فظيعة، مش قادرة اوصف لكم كان طعمه ازاي. طبعا ما قدرتش ان انا استنى، ولكن حبيت اوصل لكم الفيديو للاخر. فاتمنى يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وتكون كده وجبة خفيفة تقدروا تقدموها في الفطار او في المدارس زي ما اتفقنا. حاجة اقتصادية جدا موجودة في كل بيت، مكونات بسيطة عملنا احلى واجمل باتيه في الدنيا. وقبل ما امشي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو في اي وصفة حابين تعرفوها بعتولي على تعليقات اليوتيوب وحرد عليكم بفيديو للوصفة. ودلوقتي بس اقدر اقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن، وبالهنا والشفا. باي باي.